السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا هو الجالكسي اس 6 ايدج، وفي عندنا واحد ثاني اللي هو الجالكسي اس 6 اللي هو هذا اللي انتم شايفينه الذهبي اللي موجود. كل الجوالين فيهم ميزات جدا رهيبة، طبعا الميزات كلها موحدة الا الشاشة المثنية على جوال الجالكسي 6 ايدج. طبعا نتكلم أول شيء على الشاشة، هي 5.1 انش، أعلى دقة موجودة في السوق ب 577 بي بي اي بكسل في الانش الواحد. لما نتكلم عن الجهة الأمامية هذه جوريلا جلاس 4، والجهة الخلفية برضو جوريلا جلاس 4 اللي موجودة فيها الكاميرا 16 ميجا بكسل، كاميرا أمامية هي 5 ميجا بكسل. لما نتكلم على حواف الشاشة المايلة، عندكم التنبيهات اللي موجودة عندكم في حافة الشاشة، يا تبغاها في الجهة دي عندكم الجهة الثانية. نتكلم برضو على ميزة المعالج الجديد اللي حطوه فيها، اللي يتكلموا انه حتى اقوى من النوت 4 لما نتكلم على معالج وقدرة المعالج. دمجوا تقنيات جديدة من ناحية الكاميرا، عندكم العدسة العريضة اللي هي 1.9 الفوكال بوينت حقتها، وبرضو الإنارة اللي تاخذها أكثر بكثير. لو نشوف الواجهة على طول بتلاحظوا الواجهة تغيرت بشكل جميل، تغيرت التاتش ويدز، حدنوا فيه، حسنوا فيه، حطوا التطورات. لما نتكلم على واحد نتكلم دون اوكي، هذه ضبط في المسجات، تكتب مسج، الاسلوب حقها متغير، فضبطوا في نفس التاتش ويدز الواجهة اللي موجودة فيه. لما نتكلم الحين الاشياء العامة، الشكل الخارجي، لما نشوف الجهة اللي موجودة هنا عندكم زر الباور، من الجهة اللي موجودة فوق عندكم زر هنا، هذه موجود الفتحة حقت نفس الشريحة، عندكم الانفراد موجود هنا، مايكروفون هنا، عندكم زرين رفع الصوت وخفض الصوت، ومن تحت هو المايكرو يو اس بي، ونقلوا فتحة السماعة للجهة اللي تحت لما نتكلم على نسخة الايدج، وبرضه لما نتكلم على اس 6 العادي، وعندكم هنا سبيكر. من الجهة الخلفية اللي موجودة عندكم هذه الكاميرا اللي هي 16 ميجا بكسل، وطوروا فيها كثير بحيث انه اخذ الصور يكون جدا سريع، والقدرة حقته جدا سريعة وعالية. لما نتكلم على الكاميرا ودقة اخذ الصور تطلع سريعة جدا لما تجي تلتقطها بشكل سريع، وبرضه لما نتكلم على الدقة حقتها المفروض تكون جدا عالية. اوكي، هذه صورة تو ماخذينها برضه، شوف هذه اليد، شوف الاصابع عندكم، الشعر اللي موجود على نفس الاصبع كيف الدقة حقته وكيف واضح كل شيء. فالجهاز نفسه لما نتكلم على امكانياته جدا عالية. الحين عندكم على الشاشة مقارنة بينه وبين الموجود الاس 5 اللي قبله، وبرضه عندكم موجود ان شاء الله حيكون رابط على الفيديو، وتحت الفيديو نفسه حيكون عندكم مقارنة مع بينه وبين الايفون 6، مقارنة مع بينه وبين الايفون 6 بلس، برضه عندكم مقارنة بينه وبين ال جي جي 3. جهاز جديد وامكانيات جديدة، والتاتش ويز غيروه بشكل كبير، عندكم الاشياء الجميلة الموجودة من نفس سامسونج واجهزتهم الجديدة. ولا ننسى انه كل الاجهزة الجديدة اللي هي اس 6 والاس 6 بلس فيهم الشحن اللاسلكي، فهذا الشاحن اللاسلكي اللي موجود اللي ينور ما تقدر تحطهم في الشاحن، وكل الجهازين موجود فيهم خاصية الشحن اللاسلكية منهم وفيهم على طول. لا تنسوا تعطونا اشتراك في القناة، كل المواصفات الباقية والتفاصيل موجودة عندنا بإذن واحد أحد. هذا هم الجوالين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جوالين جداد موجود عندكم من سامسونج. أخوكم فيصل السيف. لايك سبسكرايب الأشياء دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.